اهلا بيكم في الكبسولة الكروية مع كابتن عزيز. في كبسولة النهاردة في الدوري الانجليزي ارسنال بالستة، ليفربول بالتلاتة، وسيتي بالاتنين، ومانشستر يونايتد يرجع للمنافسة على مقعد دوري الابطال. في البوندسليغا باير ليفركوزن يتفوق على بايرن ميونخ ويحط فرق 5 نقط ويتفوق في الاداء والثقة والمستوى وكل شيء. وفي ماما افريكا كوت ديفوار تعمل كامباك حوار وتفوز على نيجيريا 2-1 لتتوج باللقب بقصة إلهامية هنتكلم عنها. وفي حضور أسطورة من كل بلد مجسدة في ديديه دروجبا ونوانكو كانو، نفس كروي عميق. ونبدأ الملخص. نبدأ بالأخبار الحلوة. أرسنال كانوا في قمة قوتهم وبيهزموا ويست هام ب6 في استاد لندن. ساكا جاب جونين، مارتن اوديجارد صنع فرصتين، وديكلان رايس في عودته الاخيره لبيته القديم يساهم في 3 اهداف باسيستين وجون. خساره ويست هام زودت الضغط على ديفيد مويس، واللي قال بعد الماتش انا مسؤول عن النتيجه، انا اللي اخترت التشكيله، بس اللعيبه لازم يتحملوا المسؤوليه. وقال برضه كريدت لارسنال اللي مستواهم بقى في حته تانية. فوز ارسنال كان كبير جدا وكمش الفرق بينه وبين ليفربول وسيتي مش بس في النقط، لا كمان في فرق الاهداف. وارتيتا قال هو ده الاداء اللي كان لازم نقدمه بعد الفوز على ليفربول، ومش هينفع ما نحافظش على المستوى ده لو عايزين ننافس السيتي وليفربول. رجاله جوارديولا حافظوا على المركز الثاني بعد فوز روتيني على ايفرتون. ليفربول وفي وقت محمد صلاح لسه في مصاب بيفوز على بيرلي 3-1 وبيحافظ على الصداره بفرق نقطتين عن سيتي وارسنال. يا الهي ما هذا الصراع. اما يونايتد بيحقق فوز غالي قوي وبيعمل دبل وين على استون فيلا الموسم ده، وكالعادة منقذ ومخلص تنهاج هو سكوت ماكتوميني، عشان تنهاج يقرب من امري ورجالته في الصراع على مقعد دوري ابطال اللي غالبا مركز خامس هيكون كافي ليه. وفي ظل تذبذب اداء فيلا وتوتنهام اللي ماشي بيلم نقط، نقدر نقول ان سبيرز وفيلنز والريد ديفلز هيطحنوا في بعض في صراعهم الاوروبي الخاص. وان كان توتنهام حاطط رجل في المنافسة على دوري الابطال ورجل تانية في منافسة على الدوري اساسا. في صراع قمة البوندسليغا باير ليفركوزن مش بس كسب بايرن ميونخ، لا ده مسحه تماما. بايرن ميونخ كان حرفيا مش عارف يمشي كوره، وتفوق تكتيكي لالونسو على توماس توخيل في كل شبر في الملعب، عشان بالفوز الكبير ده والمستحق جدا يصبح الفارق 5 نقط بين ليفركوزن وميونخ، في الوقت اللي ميونخ باصابات للعيبه مهمه زي جنابري وكومان داخل على معمعة دوري الابطال، وليفركوزن مركز في الدوري بس. كل المؤشرات بتقول ان ليفركوزن هيحرم بايرن ميونخ من اللقب لاول مره من 11 سنه. والملحوظه هنا ان الونسو مش بس مشروع مدير فني عظيم ونجم في الطالع زي ارتيتا، لا هو بالاسلوب الاجريسيف ده والتحولات السريعه والضغط العالي هو فعلا متأيف على ليفربول. ولو هو اللي هيبقى خليفه كلوب ده هيكون خبر سعيد لعشاق الريدز وخبر دمه تقيل لعشاق المنافسين. ونروح على اسبانيا حيث انفجر ريال مدريد في وش جيرونا في سانتياغو، وبهدف جميل من فينيسيوس في الدقائق الاولى يتفتح باب التسجيل لريال مدريد اللي بيجيب 4 اهداف على مستوى الماتش، وكمان كان هيجيب الخامس لولا ضربة جزاء اللي ضاعت في اخر المباراة. وبمناسبة الخمسة فمدريد كده انفرد ب5 نقط عن جيرونا وينفرد بالقمة لوحده. الخبر الوحيد الوحش ان بيلينغهام اللي سجل هدفين لوى كعبه في الماتش، ومن المتوقع انه يبعد عن الملاعب كام اسبوع، وكده هيفوت لايبزيج في الشامبيونز ليج. لامين يامال بينقذ ماء وجه برشلونة ويتعادل لهم 3-3 في الدقيقة 80 مع غرناطة. وتشافي بطريقة حالمة بيقول بعد الماتش ان لا زال الامل في الدوري ليس مستحيل. اما اتلتيكو مدريد فبيخسر 1-0 على ايد اشبيلية، والخبر الاوحش لرجالة سيميوني ان الفارو موراتا اتصاب اصابة جامدة وخرج في الدقيقة 46 وهو بيعيط وشكل الموسم بتاعه بح، بس على الاقل يتمنى انه يلحق اليوروز في الصيف في المانيا. ونطير على ايطاليا. انتر اللي بيتصدر السيريا بيفوز 4-2 على روما وبيفرق عن اليوفنتوس ب7 نقط في الصداره اللي بيستضيف اودينيزي الليله. وميلان بيفوز على نابولي بهدف من تيو هرنانديز. في فرنسا نيس بيخسر ب10 لعيبه 3-2 على ملعبه قدام موناكو، ويسيب باريس سان جيرمان في الصداره لوحده بفرق 11 نقطه. اما في الماما افريكا فكانت نهايه اسطوريه لبطوله كاس الامم الافريقيه، وفعلا بتفوز ساحل العاج 2-1 على نيجيريا وبتصبح بطله لكاس الامم الافريقيه. ودي شبه معجزه، مش بس عشان المنتخب ده من اسبوعين كان يعتبر بره البطوله،
ولولا الجون اللي موزمبيق جابته في غانا، ايوه الجون اللي صعد مصر تاني مجموعه ده، هو نفس الجون اللي خلى غانا تروح وخلى كوت ديفوار تكمل في البطوله كاخر احسن توالد. بس مش دي المعجزه ان الفوز ده جه بعد مرور سنتين فقط من لحظه ما اللاعب هالر لاعب كوت ديفوار اتشخص انه عنده سرطان من سنتين، وكان المفترض انه ينهي مسيرته بسبب المرض اللعين. طب مين هالر بقى؟ هالر هو اللي خطف الهدف الثاني، هدف الفوز لكوت ديفوار امبارح على نيجيريا. قصه يقشعر لها الابدان من داخل وخارج ابيجان، فلا بد ان تلهمك كانسان. وفي ليالي زي دي بنتعلق بكره القدم كمان وكمان. وبخصوص ما تبقى من مباريات الليله، فتشيلسي هيواجه كريستال بالاس في الانجليزي، ويوفنتوس في الايطالي هيلاعب اودونيزي. كانت هذه كبسولتك الكرويه من العزيز اللذيذ.